السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، احنا اتعودنا نعمل اليوم بيومه مع بعض. انا بعمل الغدا يوم بيومه، سواء في لحمة سواء في فراخ سواء في اي حاجة، حتى لو كشري اي حاجة بعملها وبنزلها لكم يوم بيومه. هنا زي ما انتوا شفتوا في الصورة ده احنا بنقول عليه هنا كشري بطاطس. يا ريت تقولوا لنا انتوا من بلد ايه اللي بيتابعنا ويشوفنا، والاكل ده عندكم اسمها ايه؟ بتسموها ايه؟ احنا هنا بنقول كشري بطاطس، وعندي والدتي في بلد والدتي بيقولوا مدفونة بطاطس. يعني زي ما انتوا شايفين كل اللي بنحتاجه بس بطاطس وبصلاية ورز وطماطم او قوطة، زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا تبع الكمية اللي انت هتعمليها، يعني الكمية دي على قد نفرين انتوا بقى، تبع الكمية تكتري براحتك. بس كل ما بتكون القوطة بتاعتها زيادة او الطماطم بتاعتها زيادة، والبطاطس بتبقى طعمة يعني وحلوة. ما انتوا شايفين هنا بجهز حاجتها كلها. مش شرط كل يوم بنعمل اكل كويس، الناس بتعمل كده وكده. يعني انا امبارح كنت عامله فراخ، النهارده عامله كشري بطاطس زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت تقولوا لنا هي الاكله دي عندكم في بالكم اسمها ايه، ولو في حد بيضيف عليها حاجه يا ريت يكتب لنا في التعليقات، ومن يعني نستفيد من بعض كلنا. هنا البطاطس اهي زي ما انتوا شايفين كده. مش شرط ان احنا نسجل، بس ان انا اسجل معاكم بس، لا فراخ لا لحمه لا بط، مش شرط والله. انا والله زي ما انتوا شايفين كده بشارك كل يوم بيومه، يعني طبيخ اليوم بيومه. امبارح انا كنت عامله فراخ، اللي هي الفراخ مع الكوسه، والنهارده اعمل كشري بطاطس. ممكن بقى انت تاني يوم تعملي سمك، كشري عدس، كشري مصر. فانا والله بشارككم كل يوم باليوم، يعني بحاول على قد ما اقدر. حتى اللي يشوف فيديوهاتي مثلا او يشوف كده يعني ممكن يقول ايه، اما هي دي عامله النهارده فراخ وبكره كشري. هي الدنيا كده. ممكن بقى تعملي يومين، يعني يوم كشري بطاطس ويوم مثلا كشري عدس ولا حاجة. تيجي بقى في اليوم التاني بالليل تعملي مثلا حواوشي، تعملي كبدة، اي حاجة. لو ما بتاكليش الكبدة في الغدا، يعني احنا ما بناكلش الكبدة في الغدا. يعني انا ممكن امبارح كنت عاملة فراخ والنهاردة عاملة زي ما انتوا شايفين اهو كشري بطاطس. ممكن بكرة ايه اعمل كشري مصر او اي حاجة، واقوم بقى بالليل عاملة لهم كبدة مع طبق طحينة مع شيبسي مع كده، يعني ايه بتظبطي الدنيا. مادام هما مش هياكلوها في الغدا بعملها لهم في العشاء، فبقوم اعمل العشاء ايه، اكل ناشف كده، يعني كشري اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. لان طبعا احنا في ايام صعبة، ربنا وحده اللي يعلم بالايام اللي احنا فيها. زي ما انتوا شايفين الاسعار بقت غالية قوي، فطبعا اللي كان بيجيب 2 كيلو لحمة مش هيجيب الا كيلو. فانتوا شايفين بقى الدنيا عاملة ازاي. هنا البطاطس بتقطعها مكعبات صغيرة مش مكعبات كبيرة. لو قطعتيها مكعبات كبيرة وانتي بتقلبي في الكشري هتستوي منك قوي، وهتتفدخ كده في الكشري، مش هتبان. انما المكعبات الصغيرة على فكرة بتبقى ماسكة نفسها وبتبان في الكشري. معاكم زي ما انتوا شايفين اهو. لو انتي بتحبي تقطعي على البلانشة قطعي عليها، بس انا دايما بحب اقطعها كده اسرع، بالنسبة لي اسرع. هنا اهو بطاطس معاكم اهي مكعبات. هنا تجهزي حاجتك كلها وانتي واقفة على الرخامة، وبعدين تروحي بقى على البوتاجاز تخلصي مرة واحدة. هتيجي تبص تلاقيكي خلصتي وما كركبتيش ولا اي حاجة.
هنا الطماطم اهي، بتعمليها طماطم عادية خالص او قوطة، عشان في ناس عندها بنقول عليها قوطة مش طماطم. هي لازم يكون طماطمها حمرا، بالذات اكلة الكشري البطاطس دي لازم تكون حمرا. لو الطماطم صفرا تحطيها معلقة صلصة او معلقة فلفل احمر، اللي هو الاحمر الحلو، وانتي طحناه زي الطماطم كده بيبقى حلو قوي. او لو قرن فلفل احمر مكبب حلو تحطيه معاه مع الطماطم وهي بتتفرم، بيديلها طعم وبتبقى مسكرة، والله بتبقى زي العسل. هنا زي ما انتم شايفينها الطماطم اهي، هي بتحب الطماطم، الاكلة دي بتحب الطماطم. وبصلاية على قد ما انا عاملة. زي ما انت شايفة كده. بصلة بنفرمها ناعمة اهي، ونفرمها ناعمة زي ما انت شايفة كده على ايدك، مش شرط يعني لا مبشرة ولا كبة ولا اي حاجة، زي ما انت شايفاها كده اهو. هي تشبه تقلية المحشي، بس ما بنحطلهاش بقى لا بصلة مرتة ولا خضرة. في ناس بتعملها بخضرة زي المحشي، يعني لما بتيجي تحط الرز تحط شبت وكزبرة معاه. انا بحبها والله بتبقى جميلة، بس جوزي ما بياكلهاش، جوزي بياكلها كده. احنا فين وفين اصلا لما بنعملها، لان جوزي ملوش تقول عليها. عاوزة اشوفه بقى. انا كده جهزت البطاطس ونقعها اهي في المية، والطماطم والبصل والرز اهو في الصفاية. نفرم الطماطم. ما بحبش اغطي الطماطم، ما بحسش ان انا كل شويه ان انا اجيب غطا الشفشق، او اصلا انا ما بعملش كميه مليانه يعني. هو ده انا اخري في الطماطم. سواء محشي او اي حاجه، هو كده اخري في الطماطم. لو خضار يبقى اقل من كده بكتير، يعني لو بعمل خضار مثلا نص دول، على قد كميه طلبنا، يعني على قد ما انتي والعائله بتاعتك، زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت يا حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه كده ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك يا جماعه، اللي بيخش يتفرج ما بيعملش اشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونشارك بعض بافكار حلوه. وما تنسوش نصلي على الحبيب النبي حبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، واذكري الله. وطول ما انتي واقفه شغاله سمي الله. والله انا طول ما بعمل حاجه، يعني لو جيت اقطع الطماطم مثلا بذكر الله وبسمي الله، والله بتبقى اللقمه كلها بركه ما شاء الله يعني. اللهم بارك يا رب. هنا زيت، بتاخد كمية زيت حلوة محترمة، مش نقطتين كده وخلاص، لأ. ما بتبقاش حلوة لا بسمنة ولا بأي حاجة، هي بالزيت بس. ما انتوا شايفين نزلنا بالبصلة هنا اهو. البصل انا ما بحبوش دهب اوي في الاكل ده، يعني في المحشي، في الكشري ده. في اكل ما بحبوش دهب اوي، بحبه مكرمل كده يعني، غامق سنة، تحس ان هو زي المكرمل. هتشوفوا الوقت معايا. زي ما انتوا شايفين كده. النار اللي انا بعمل عليها دي واطية، مش عارفة ليه. النار اللي انا ولعتها هناك دي عالية، بتسعفني اكتر من دي. الاكلة دي بقى ممكن تعملي جنبها بيض مسلوق، خضرة طبعا. اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاة والسلام.
مخلل، ليمون، زيتون، مخلل مشكل اللي هو بتاع المطاعم. بيتاكل عليها كل حاجة، بصل اخضر، بصل ناشف. السلطة هي بتتعمل عليها بس ما بتبقاش مستحبة لان هي بصلصة. هنا انا كنت هسلق بيض زي ما انتم شايفين كده، هنا بسلق البيض اهو، بحط مية وملح زي ما انتم شايفين هنا اهو. هنا شوفوا هنا البصل هنا كده دهبي، انا هستنى كمان لما اديله تكة كده كمان، يعني هكرمله كده كمان سنة زي ما انتم شايفين كده. يا ريت تخلوكوا خطوة بخطوة علشان هو مهم جدا، يعني ما تتلخبطيش في حاجة. وطبعا كلنا اكيد بنعملها، محدش بيتهيألي ما بيعملهاش زي ما انتم شايفين كده. بس يا ريت تقولوا لنا هي في بلدكم اسمها ايه. هنا كانت الطماطم عندي اساسا كانت حلوه، كانت حمرا، ما احتاجتلهاش اي حاجه. ولو عايزه تحمريها بزياده، يعني لو هي صفرا قوي ممكن قطعه بنجر صغيره وتحطيها في الشفشه وهي بتتعصر على فكره. هنا البيض ده بلدي، مش بيض مزارع. البيض ده احنا بنجيبه من واحده فلاحه، يعني بيجينا بنوصي عليه واحده فلاحه لما نكون عايزين بيض. البيض اهو بلدي. انا بغسل على فكره البيض، ومعاه شويه ملح عشان ما يبقاش البيض كده مسخ. هنا اهي، هنا في الصلصة السبكت اهي، التقلية السبكت خالص واستوت. ال... انا عارفة ان احنا هنزودها مية، بس لما بتستوى كده بيبقى طعمها حلو، انما لما تغلي بس لا ما بتبقاش حلوة. لازم تسويها. شوف انا حطيت خدت الشفشق بتاع الخلاطة اهو بمية عادية من الحنفية وحطيتها. هنا بقى تحطي البطاطس او تستني لما تاخد قلبة تغلي غلوة وبعدين تاخدي تحطي البطاطس بقى. شوفوا لونها، والله ما شاء الله كانت لقمة جميلة جدا والله، وكانت أكلة جميلة. هنا هتحطي أو تستني تغلي غلوة عادي انتي وراحتك، بس هي النار دي عندي عالية هتغلي بسرعة. وتكوني غاسلة الرز زي ما انت شايفة كده، كله في حلة واحدة اهو، ما يبقاش الأكل كده كله في حلة واحدة كده. حلو لما يبقى كله في حلة واحدة. ملح وفلفل وكمون وشطة. ريحة كمون بسيطة، انا حاطة الكمون ده عشان هي فيها بطاطس. ممكن تستغنى عن الكمون لو انت مبترتاحيش في الكمون فيها عادي، بس البطاطس بتحب الكمون صراحة بتبقى حلوة. هنا البيض اهو غلي اهو، ما بسيبوش يغلي قوي على النار. هنا لما بيغلي قوي على النار بيبقى يعني مجلد كده زي الكاوتش كده، انما لما ما بيغليش كتير بيبقى طعمه حلو والفايدة بتاعته بتبقى اعلى طبعا. يعني لا تطلعيه ني ولا مستوى قوي، وسط طري كده حلو. هنا كنت غاسله الرز وحطيته اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس هي دي كانت اكلتنا، اكله خفيفه خالص زي ما انتوا شفتوا. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان القناه تكبر بينا وبيكم. هنا كانت الزيت ده كان مكان تحمير الفرخه بتاع امبارح، فهو عايز انت تحطيه عليه وتقدحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.